سواري، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني يا حبايبي. احنا مع بعض في سلسلة سؤال وجواب. في معانا سؤال جديد، يلا نشوف السؤال مع بعض. طيب، في حد بعت لنا بيقول انا خطبت 5 مرات. 5 مرات ما شاء الله. ده هتخش الموسوعة ولا هتعمل ايه؟ طيب، انا خطبت 5 مرات، منهم الحلوة بس عنيدة او عصبية، ومنهم المرحة وبتهزر واقول هي دي وتطلع طماعة مثلا وما يعجبهاش حاجة، وبلاقي وقتها ان الانفصال احسن. بحس ان لو ما لقيتش البنت الكاملة بالنسبة لي يبقى هفشل في جوازي. وقعدت فعلا 3 سنين بدون ارتباط. تمام. هو في كده يعني جملة أنا يعني شدتني شوية، بيقول لو ما لقيتش البنت الكاملة بالنسبة لي. أنت بتدور على الكمال؟ طيب، تعالوا نكمل. هو دلوقتي قعد كمان وقعدت فعلا 3 سنين بدون ارتباط. ماشي. أنا عندي 28 سنة وعندي الشقة وعندي العفش كمان ودخلي كويس. طيب، بسم الله ما شاء الله. اتعرفت على بنت محترمة جدا واتقدمت لها، بس شكلها مش عاجبني. ومش دي الشكل والملامح اللي بحبها اصلا. بس هي طيبة جدا وبتصلي، واهلها مش مخليني احس باي هم، ومجوش عليا في اي حاجة تذكر. بس كل شوية الاقي نفسي بحس اني مش مرتاح، لاني بحب ملامح معينة في البنت زي ضحكتها ونظرتها. ودي طبيعة اي انسان. تفتكروا اكمل وبعد الجواز هتعود ويبقى اللي شاغلني معاملتها وطريقتها وحنيتها، ولا هفضل دايما حاسس ان مش دي الحاجة اللي كنت بتمناها؟ طيب. انت بتدور على الكمال. انا احب اقولك ان الكمال لله وحده، لو انت ما عندكش المعلومة. لو انت جاي متأخر لسه ما عندكش المعلومة، الكمال لله وحده. يعني صعب جدا ان احنا نلاقي كل الحاجات اللي احنا بندور عليها في دماغنا، كل المميزات اللي احنا بندور عليها، المؤدبة والمحترمة واللي بتعرف ربنا واللي بتصلي واللي أهلها واللي عاملة واللي مسوية وي 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 وشكلها وطولها ووزنها مش هنلاقي كل ده. كله ده مرة واحدة كده اوبشن، يعني اخد الباكج كده كلها على بعضيها. يعني اعمل لك حاجة تفصيل لو انت عايز. لو انت عايز انا ممكن اعمل لك حاجة تفصيل، بس انا ما وعدكش انها تطلع مظبوطة زي ما انت عايز. لان احنا كلنا فينا عيوب. اهم حاجة انت وانت قاعد مع نفسك الاول فكر كويس انت عايز ايه. انت لما بتدخل علاقة، وانت ده باين في كلامك، انت بتقول انا خطبت 5 مرات، بتخش تدور على العيب. يعني انا حاساك كده بتخش تدور هو انا هاخد الخازوق فين. يعني مشكلتها فين البنت دي؟ فبتقعد تشوف المرحة والجميلة واللذيذة يعني انت قعدت تعد بتقول الحلوة والعنيدة والعصبية والمرحة واللي بتهزر، وبعدين اقول هي دي تطلع طماعة تطلع مش انت مش يعني في عندك الدنيا مكعبلة شوية. بص، عايزة اقولك تعمل حاجة دي هتريحك جدا عشان تقدر ان انت تاخد قرار كويس. واحنا بنرتب المميزات وبنرتب العيوب لازم نعمل ايه؟ مميزات حلوة، مميزات اوبشن دي فظيعة، مميزات جامدة. تمام. وهكذا بالنسبة للعيوب. عيوب محتملة، عيوب عايزة تتعدل علشان احنا ما نقدرش نتحملها طول الوقت، عيوب ليفل الوحش ما اقدرش اتحملها لازم اسيبها وامشي. الحاجات دي واحنا بنحطها مع نفسنا بنحطها للبنت والولد. يعني البنت وهي بتدور على الشخص اللي هو الشريك،
لازم نحط الحاجات في مكانها، المميزات فين والعيوب فين. المميزات لازم نعملها ليفلات، لان المميزات ما ينفعش اقول احط ميزة حلوة زائد ميزة قبة واقول الاتنين زي بعض. لا، دي ميزة متوسطة ودي ميزة جامدة جدا. كمان نفس الحاجة بالنسبة للعيوب، يعني ما ينفعش اقول مثلا دي ما مثلا مش عارفة وهي بتتكلم بتعمل مش عارف حركة مش عارف تعمل ايه، خلاص بتضايق منها وهي بتعمل الحركة دي مثلا وهي بتتكلم، ودي خاينة. هل العيبين دول يبقوا يتوازنوا؟ وخلي بالك ان انت بتدور على الشكل متغير، الشكل مش بايدينا، الشكل مش حاجة احنا دلوقتي الناس بتلعب في الشكل، وعندنا بقى ما شاء الله، يعني لو دخلنا في القصة دي هناخد صولات وجولات والحلقة مش هتخلص. والناس اللي بتنفخ الناس اللي بتنفخ والناس اللي بتشد والناس اللي بتعمل كل الكلام ده موجود، تمام. ونقدر ان احنا ناخد واحدة ونظبطها زي ما احنا عايزين الشكل اللي احنا عايزينه، ولكن مش هو ده اللي هيعيش معانا، مش هي دي اللي هتعيش معاك وهتربي عيالك وهتعمل وهتسوي والكلام ده كله. وبعدين انت مش مقيم المميزات اللي انت قلتها كويس. المميزات اللي انت قلتها في البنت اللي انت بتتكلم عليها دي مميزات يتمناها اي شاب، بيدور عليها اي شاب. انت يمكن عشان وضعك الاجتماعي او وضعك المادي دلوقتي انت وصلت للوضع ان انت وانت بتدور على البنت اللي انت راسمها في خيالك، الشكل اللي انت عايزه ورسمه، خدت وقت شوية مع نفسك، فوصلت لدرجة من الدرجات ان انت وصلت الوضع المادي ان انت بقيت مرتاح ماديا. دلوقتي الشقة بقت موجودة، العفش موجود، الحالة المادية كويسة، فانت الحمد لله ما انتش يعني الناس اللي انت دخلت عليهم ولقيتهم ناس طيبين مش محملينك اي هم ومش جايين عليك زي ما انت قلت بنفسك كده، انت بتقول ايه؟ مش جايين عليا في حاجة، تمام. دي ميزة لا تقدر بثمن، لازم تتحط في ليفل الوحش في المميزات، واخد بالك؟ يعني بس انت حاططها وانت مش مقدرها، مش وازنها، مش وازنها كويس. لان اي شاب لسه في مقتبل العمر غيرك هيلاقي الميزه دي موجوده في اهل بيدوروا على زوج كويس لبنتهم وانسان محترم ويراعي ربنا فيها، وما ما يتعاملوش معاه بان هو داخل يبيع ويشتري فانت هتدفع كام وهتشيل بقد ايه والكلام ده كله. ده معظم الشباب داخلين دلوقتي مع اهالي، يعني الا من رحم ربي، بيبقى معظم الناس بقت بتتكلم بالناحيه الماديه. فلما انت تتكلم وتقول واهلها مش مخليني احس باي هم ومش جايين عليا في حاجه، دي ميزه لازم تحطها في ليفل الوحش، دي ميزه لازم تحطها في ليفل الوحش. البنت طيبه و... وبتصلي وبتعرف ربنا، طيب انت عايز ايه اكتر من كده؟ لو انت حتى سبت البنت دي وقعدت تدور على الملامح اللي انت عايزها، ايش ضمنك ان هي دي لما انت تقابلها ممكن ان احنا اصلا في البدايه ما نقابلهاش الملامح اللي انت بتدور عليها دي، تمام. وممكن نقابلها، تمام، وممكن ترضى بينا وممكن ما ترضاش هي بينا، تقول لك لا ده انت انا بدور على شكل معين، انت الشكل اللي انت شكلك مش ما ينفعش معايا، لا 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 لا، انت شكلك مش عاجبني، انا بدور على ملامح معينه في الراجل، عايزه الملامح اللي هو دقنه مش عارف ايه، واللي وشه معرفش ايه، واللي حاجبه مش عارف عامل ايه، واللي عامل ايه ضحكتها ونظرتها اللي انت انا مش بتفه او بسفه من الحاجات اللي انت بتدور عليها، ولكن الشكل يا جماعه مش حاجه ندور عليها تبقى هي دي الحاجه المهمه اللي انا ادور عليها في العريس او في العروسه في شريكه الحياه او في شريك الحياه. الشكل متغير، الشكل ربنا اداهولنا، احنا ملناش يد فيه، احنا ما عملناهوش. انا شكلي كده مش شكلي يعجب حد وشكلي ما يعجبش حد تاني، الناس بتختلف حتى.
في الشكل. ممكن انت تشوف واحده حلوه وناس تشوفها لا مش حلو، ممكن واحده تشوف واحد شكله حلو وناس تانية تشوفه لا ده مش حلو. فالشكل ده احنا حاجه متغيره مش ثابته، ممكن بعد شويه ملامحها تتغير وما تبقاش نفس الشكل اللي كان عاجبك. ممكن لا قدر الله ناس بتبقى شكلها كويس وبيحصل لها لا قدر الله مشاكل، لو مرض او حاجه، فالشكل بيتغير. الشكل مش حاجه انا ليا يد فيها. الحاجه اللي انا اقدر امسكها المميزات اللي انت كتبتها دي. الشكل بقى انا اقول لك على اهم حاجه بقى، انت بس ايه، انا عايزاك تطفي لمبه الشكل دي شويه وتطفي الاحلام اللي انت منورها في مخك. تمام؟ في احلام اليقظه واحلام البتاع، وانا نفسي في بنت شكلها وعينيها وبس ضحكتها ونظرتها وبسمتها والكلام ده كله. اوكي ماشي، ممكن نطفي اللمبه دي شويه عشان تعرف تاخد قرار هتعمل ايه. لازم تطفي اللمبه دي شويه وتركز مع البنت اللي انت خاطبها دلوقتي. هتركز معاها ان انت معاك مميزات كويسه في ليفل الوحش، انت معاك ناس محترمه، اهل بنت عايزين راجل وعايزين زوج لبنتهم، مش بيبيعوا بنتهم بيع وشروه. قيم الميزه كويس، حطها في مكانها الصح. انت مش مقيمه في مكانها الصح علشان انت دلوقتي بقيت مرتاح ماديا، ولكن لو واحد في بدايه طريقه هيقول لك انت معاك ميزه ما حصلتش. خلاص، قيمت الميزه دي كويس، قيمت الميزه ان البنت محترمه وطيبه وحنينه والكلام ده كله ماشي. هنقيم بقى ايه ان انت مرتاح لها او لا. انا عايزاك تقعد معاها مره واثنين وثلاثه واربعه، ودي وقت، ودي لنفسك وقت كويس جدا ان انت تقيم انت مرتاح معاها او لا. بمعنى ان انت تتقابلوا وتقعدوا تتكلموا وتفتحوا حوارات وتتكلموا فيها. انت بتقعد وتتكلم فاهم وبتسرح وبتروح وبتيجي وبتخشوا في مواضيع وبتخرجوا من مواضيع وبتتكلم وبتاخد وتدي معاها ومش متضايق من حاجه، خلاص يبقى تمام، يبقى انت تكمل. لا انت لما بتقعد معاها شويه بتتضايق ومش مرتاح ومش عايز تكمل، ويا رب اقوم بقى انا هقوم اروح امتى. انت لما بتقعد تتكلم معاها هتقيم حاجه معينه. ايه هي الحاجه؟ ان انت بتقعد تتكلم وتسترسل وهي بتفتح مواضيع وانت بتفتح مواضيع وبتبقى حابب القعده معاها، ولا بتبقى بتفكر عايز تقوم تروح امتى. لو انت في الحالة الأولى إن أنت بتقعد بتسترسل في الكلام وهي بتفتح مواضيع وأنت بتفتح مواضيع ومكمل وقاعد ومش متضايق من حاجة وقاعد، يبقى كده أنت خلاص هكمل. كمل في الزيجة دي، أنت واخد بنت ما حصلتش، ربنا يكرمك بيها يا رب. لو أنت بتقعد معاها وما بترتاحش وبتقعد تفكر أنا هقوم أروح إمتى، هتبص في الساعة كل شوية وتقول أنا هقوم أروح إمتى، يبقى انت كده مش مرتاح. يبقى انت تسيبها علشان ما تظلمهاش معاك. هو ده المعيار اللي انت هتكمل بيه علشان تعرف انت قادر تكمل معاها او لا. ولو سمحت قيم المميزات كويس وقيم العيوب كويس، لان كلنا عندنا عيوب ولازم عيب تتحمله. لازم يكون هتلاقي عيب انت تقدر تتحمله، فكر فيه. خلاص، وبرضو اصحابنا وحبايبنا في الكومنتات هيقولوا لنا رايهم ايه. ويا رب يكرمنا جميعا، واشوفكم في حلقه جديده. اورفوار.